بهم وتكلمنا عن توحيد الصف الجمهوري وغيره من هذا الكلام. قام واحد من المسؤولين المؤتمريين الكبار، وهو واحد من كبار أيضا مسؤولين الشرعية، مسؤول كبير في الشرعية، تحدث وتكلم ثم ذكر تعز وتكلم عن المخا، وقال من ضمن ما قال إنه تواصلنا مع الأخ محافظ المحافظة للتنسيق مع طارق عفاش لترتيب وضع المخا إداريا. قمت أنا قلت له أخي لحظة، طارق عفاش بأي صفته؟ يعني طارق عفاش يتم استشارته في تعيين مديرية أو تعيين ترتيب وضع السلطة المحلية في المخا. طارق عفاش لا يعترف بشرعية فخامة الرئيس عبد الرب هادي منصور ولا بالشرعية ولا بالجمهورية، مع سوق الحال يعني يبدأ يعترف بالشرعية، وأنت مسؤول كبير، مسؤول من الدرجة الأولى في الشرعية، كيف تتحدث عن استشارة شخص في تعيين سلطات محلية في مناطق محرمة على الشرعية، شخص لا يعترف بالشرعية؟ وما علاقة يعني طارق عفاش في الموضوع؟ بعض المؤتمرين من قيادة الصف الأول كانوا موجودين، وافقوني هذا الرأي. اشتد غضبا صاحبنا هذا المسؤول الكبير وزعل، ومع غضبه فلتت على بعض العبارات وقال أنتم ستضطرون أن نسلم المخا للحوثي. واعتقد كان صادق، هذا ما حدث، تم تسليمه عن طريق قرار نبيل شمسان الأخير بتعيين هذا الحوثي المتحوث عبد الرحيم المشارك الملطخ يده بدماء أبناء تعز، بتعيينه مديرية المخا. هو في مخطط لعزل المخا عن تعز، في مخطط نعرفه جميعا لإبقاء المخا بعيدة عن سلطات تعز. أنا استغرب المحافظ بهذا القرار أن يعين شخص هو يعرف أن هذا الشخص لا يتبع سلطات تعز ولن يتبع سلطة المحافظ، هو يتبع السلطات التي تريد فصل المخا، بل فصل اليمن عن بعض البعض. يعني هذه رسالة لفخامة الأخ الرئيس، هؤلاء من تعينهم يا فخامة الرئيس يهينوك ويهونوا الشرعية ويهونوا تعز ويهونوا اليمن بالقرارات الغير مدروسة هذه. دعوة الأخ نبيل شمسان تراجع عن هذا القرار المستفز للناس. يعني نحن مع أن نكون جميع أبناء الوطن شركاء في إدارته، ما فيش مشكلة أن يكون يمسك المخ مؤتمري، في مؤتمرين شرفاء، مؤتمرين في المقاومة، مؤتمرين قاتلوا من أجل تعز ومع الشرعية. طيب خلي واحد منهم، يعني ضروري هؤلاء الملطخين